بصوا بقى، والله العظيم ومن غير كلام كتير، دي احسن اي اي تول انا شفتها تنفع طلبه الكليات او الدراسات العليا او صناع المحتوى. هتقول لي بقى جيميناي، هتقول لي شات جي بي تي، هتقول لي ده نزلوا موديل جديد، اقسم بالله ما تجيش حاجه جنب الاداه دي. ومفيش اي اداه انا شفتها سواء في البحث او الديب سيرش، البحث العميق، تقرب اصلا من الاداه دي، سواء في المحتوى التعليمي او الاكاديمي او لصناع المحتوى. الاداه هي بيربلكستي، وهقول لك ليه انا شخصيا بستخدمها اكتر من شات جي بي تي. وعلى فكره الاداه تعرف تستخدمها مجاني تماما. عد بقى المميزات: واحد، بيديك المعلومه اللي انت عايزها بالظبط من غير لف ودوران. تقول له انا عايز المعلومه اللي بتقول كذا كذا، هيجيبها لك باللينك بتاعها بالمصدر، واللينك كليكابل، ممكن تضغط عليه تروح للصفحه على طول. اتنين، مش هيقعد يحور عليك كتير عشان تروح تشترك في النسخه المدفوعه، لا هو حتى في المجاني بيديك الاجابه. تلاته، لو في البحث اللي انت عملته فيه بقى عنوان فرعي، بتلاقي هو اصلا عامل لك العنوان الفرعي ده كليكابل، تضغط عليه يعمل لك فولو اب بحث جديد عن العنوان الفرعي ده، بدل ما تقعد تدخل له انت بقى وتقول له لا اعمل لي عن كذا، هو على طول. اربعه، ودي اكتر ميزه انا بحبها، الشات جي بي تي لغايه دلوقتي مش عارف يعملها. يا جماعه انت ممكن تحمل الشات كله بي دي اف بكليك واحده، كل اكسبورت بي دي اف بيقوم عامله لك وبكل اللينكات والمصادر وبيعملها لك كليكابل، يعني تضغط عليها في ملف البي دي اف تروح اصلا للصفحه نفسها. شات جي بي تي لحد دلوقتي لو قلت له اعمل لي بي دي اف بيخرف. الميزه الخطيره فيه بجد بقى لطلاب الكليات العلميه او الدراسات العليا، وانت بتبحث انت ممكن تختار قبل ما يبحث في كل الاي اي تولز الكبار، تقدر تختار منهم في البحث. عندك شات جي بي تي، جيميناي، كلود، جروك بتاع ايلون ماسك، يبحث في المواقع العلميه فقط، في المواقع العلميه والانترنت، او في المنتديات بقى اللي هي زي ريدت والفيسبوك والحاجات دي، فانت بتختار فيه يبحث فين اصلا قبل ما تبدا. خمسه، لو انت بتبحث عن اي حاجه بيجيب لك في الجنب كل المصادر والمقالات والفيديوهات اللي جاب منها عشان انت ممكن تروح لها على طول. كل اللي فات ده عادي، اللي جاي دي بقى والله العظيم مش عاديه. من يومين الموقع بقى متاح على واتساب، يعني انت لو سيفت الرقم بتاعه على واتساب كلمه على واتساب براحتك بقى. يعني انا هنا قلت له عايز شرح مبسط جدا بالمصادر عن اضرار ملح الطعام، جاب لي الاضرار بالمصادر. ممكن ادخل اهو المصدر اهو، يا سلام يا سلام. هنا بقى قلت له ايه، طب بص اعمل لي بقى صوره بالاي اي عن شخص بياكل ملح طعام كتير ودماغه هتفرقع من كتر الضغط، قام عامل لي دي، يا سلام. هنا بقى قلت له حط لي الشخص القمر اللي في الصوره ده مع المغنيه الراحله ام كلثوم في صوره واحده، قال لي بس كده جاري تجهيز الصوره من عينيا اهو، يا سلام. الفكره بقى ان والله العظيم الصوره دي نفسها اي اي اصلا، يا سلام. صوره تجمع بين نقيب المغنيين وام كلثوم. تقدر تساله على اي حاجه في دماغك هيبعت لك مصادرها، ومتاح على واتساب بعدد لا نهائي من الرسائل ومجاني. الموقع اسمه بيربلكستي، ولو عايز رابط الاداء او الرقم بتاعهم على واتساب عشان تكلمهم على واتساب على طول، سيب كومنت وانا ابعتهم لك. لايك، فولو، شير. كان معكم هاني شاكر، حسن شحاته.